تخيل معايا دابا راسك جالس في بيتك او في دارك، وواحد الشخص دخل عندك، شخص غريب، وبدا كيهضر، ما بغاش كاع يسكت، كيعاود لك على كاع الاغلاط اللي انت درتيهم في ماضيك، وكيخوفك من كاع السيناريوهات الكحله اللي ممكن انها توقع لك في المستقبل. بيني وبينك، واش غتخليه يبقى ولا غادي تجري عليه؟ اكيد غادي تجري عليه. ايوا علاش مخلي عقلك كيدير فيك هكا كل ليله؟ علم النفس كيقول لنا باللي الاوفر ثينكينغ ماشي على معنى الذكاء، بل هو آلية دفاعية ديال الدماغ ربات على السيطرة، حيت الدماغ ديالنا مبرمج يحمينا من الخطر. فاش كتحطو قدام واحد المشكل كيبدا يصنع سيناريوهات مرعبة باش يستعد ليها. ولكن اللعبة فين كاينة؟ هي ان العقل البشري ما كيميزش ما بين خطر حقيقي وخطر وهمي. خطر حقيقي مثلا بحال شي سبع تابعك مثلا، وخطر وهمي فكره في دماغك. والنتيجه شنو؟ النتيجه هو انه كينزل عليك هرمون الكورتيزول والادرينالين، وكتلقى راسك مشلول طاقيا، عيان وفاشل حركيا، وخنت اصلا ما تحركتيش من بلاصتك. باش تخرج من هاد الدوامه ديال التفكير الزائد خاصك ادوات حربيه عقليه. غنعطيك دابا خطه ثلاثيه باش تفرق عليا هاد الزنزانه ديال التفكير الزائد. فاش يجهد عليك هاد التفكير، طبق واحد القاعده اللي هي قاعده 5 دقائق. خذ ورقه وستيلو وخوي كاع دوك الروينه اللي عندك في دماغك، لان فاش الافكار كتولي مكتوبه كتفقد القوه ديالها او القوه المرعبه ديالها. وثاني خطه هو سؤال التفكيك الاستراتيجي. سول راسك: واش هاد الفكره اللي مبرسطاني عندي اللي هذا لي الحقيقي دابا، واش عندي القدره انني نتحكم فيها؟ الا كان الجواب لا، رميها سله المهملات العقليه. وثالث خطه هو قانون الفعل البديل. الدماغ ما كيقدرش يفكر جوج ديال الحوايج بدقه واحده. نوض دير اي حركه، طيب دريني، غتصب دارك، شقا شنو دير في الدار. نقول هذاك التركيز من العقل للجسم. علاش؟ باش كيطفى داك الرادار ديال القلق. حياتك تبقى دابا في هذه اللحظه، ماشي في الماضي اللي مات، وماشي في المستقبل اللي باقي ما تولدش. ما تخليش عقلك يسرق منك عمرك وهو كيبحث اوراق قديمه ما عندها حتى شي قيمه وما عندها حتى شي فائده. نفس وريح راسك وارتاح.